صار معايا. المهم طلعوني من جاء هذا صاحب اخويا ما شاء الله يعني دكتور هو في صنعاء، وجاء طلعني من المطار واستقبلني قال لي انت ما دام اخوك ارسلني عليك ابشر من عيوني، انا بشيلك بوديك اي شيء تبغاه في صنعاء انا تحت امرك. وجاء جاب لي طلعني من هذيلا ناس متلبشين يبغوا فلوس 5000 يمني، يا تدفع ولا تخش الامن المركزي. ايش امن مركزي يا حبيبك؟ انا يمني اصلي. قال انت ما انت يمني، انت كلامك سعودي وجاي تسوق علينا، انت تربية السعودية ها؟ تعال. شكرا لكل الداعمين الله يسعدكم. قالوا تعال على الامن المركزي تدفع لنا 5000 تنقها ولا على الكلابوش. بعدين قلت لهم جاء هذا الرجال وفكني وطلعني من المطار، وكيف حالك والحمد لله ومعليش، وقعد امسحها في وجهي. ترى العسكر في اليمن الوضع حقهم زي كذا، يتلبشوا في اي احد وكذا. طبعا انا اول مرة في حياتي انزل اليمن وكنت فرحان فيها لما شفت الاستقبال في المطار زي كذا. والله العظيم اني انصدمت، قلت ايش معقولة يبغوا فلوس هذيلا؟ المطار حقهم عبارة عن صندقة في صنعاء. المهم جاء شاني وطلعني تاكسي. اول ما طلعنا التاكسي يا شباب ومشينا دخلنا وسط المدينة، الدنيا ظلام وفي كذا محل، يعني محلات بسيطة اللي مولع الانوار. قلت معقول؟ قاعد اسأل صاحبي هذا اللي استقبلني، قلت له يا اخي ايش الوضع هذا في صنعاء؟ معقولة الدنيا كلها اللمبات الحكومية كلها طافية وهذيلا معاهم كهرباء من فين جابوها؟ قال هذيلا معاهم مواتير كهرباء ومدري ايش، عشان كذا هم فاتحين. المهم دخلنا جهة الفندق اللي هو حاجز لي، اخوي حاجز لي فندق، قال شيله وديه على الفندق هذا خليه يرتاح. ودخلنا الفندق يا شباب، الفندق كذا الناس سهرانين، شباب زي الورد اقسم بالله بعمري. خليه يجزع، ادينا الباسبورد حقه وخليه يجزع الغرفة حقته. المهم دخلت الفندق جلست فيه لين ما عاد جاني النوم. انا قبل ما نوصل الفندق والله العظيم يا شباب، قبل ما نوصل الفندق كان في وقتها مشاكل في صنعاء وما مشاكل. كل لفة لما يلف يمين تفتيش، التفتيش عبارة عن برميل وواحد معاه كشاف يتفرج بالكشاف كذا ايش معاك في السيارة، يتفرج ايش معاك في السيارة، ما معاك شيء امشي. يعني الوضع كان قلت معقول صنعاء فيها تفتيش زي كذا، شكل فيها حكومة قوية. والله ما تعدي يمين ولا يسار إلا وتفتيش، كل مكان تفتيش. المهم تفتيش في تفتيش لين وصلوني الفندق. دخلت الفندق جلست أول يوم، نمت صحيت دق علي صاحبي هذا اللي استقبلني قال لي اسمع ايش رايك نفل امها ونجيب لك حبة وتنسى الهم والغم. قلت له لا تفتح له يا شيخ بالله اهدى. ايش قال؟ المهم يا شباب والرجال هذا والله ما قصر، هو دكتور طبعا، دكتور في الجامعة ما شاء الله، كان في السعودية وصارت عليه مشكلة ورجع اليمن وما شاء الله كمل دراسته وكذا وصار دكتور جامعة تخيل. وجاء استقبلني وقال لي امورك طيبة ولا تشيل هم ونحن تحت امرك، وروح اجلس في الفندق. وريحت. بعدين صحيت الصباح قلت خليني اروح وين؟ خليني اروح على الحارة، اخرج من الفندق كذا اتمشى اشوف صنعاء واتمشى واغير جو عن نفسي. اول ما خرجت يا شباب حصلت لي محل ملابس، قلت بعطيه ملابس يغسلها. دخلت محل الملابس المغسلة حقت الملابس، حصلت لك واحد كذا ما عاد يتكلم. يعني النظام عندهم هناك في المحلات ما عاد يتكلم، يعني حط وشيل وغسل وامشي لانهم عارفين التسعيره. فانا جيتهم جديد يعني قاعد اقول لهم يا ابويا، اتكلم لهم حق جده، يا ابويا بكم تغسل لي الملابس هذه؟ طالع فيه كذا قال والله صيده وربي جابها لعندي، تعال ب 2005 هات ما عندك. انا اتفرج قلت والله العظيم شكلي صيده زي اللوز. من وين؟ والله شباب حقين المغاسل وحقين هذا يتفرجوا فيك على طول يعرفوا، لانه عندهم النظام
يقعد مبجم ما عاد يسمع، اطرح وامشي وكذاك عارف التسعيره وكل شيء. بس لما يشوفوا انك جديد وكذا وتقول يا ابويا بكم التغسيل، لو انا من السعوديه ما مع اني ما قلت لهم من السعوديه، قاعد اقول لهم بكم التغسيل وغسل لي بالله، احسب زي حق السعوديه. الملابس الداخليه من ريال وريالين، والملابس الملونه من 3 ريال وفوق. بعدين شافني كذا قال لي ب 2500، قلت له طيب غسل امسك، انا على نيتي امسك غسل. بعدين رحت البقاله اللي جنبه قلت ابغى اشتري مويه، المويه سعرها ب80 ريال يمني. قال لي المويه، بعدين قلت له يا مدير عندك حبه مويه يا ابويا؟ شافني كذا، شاف هذا غريب اول مره يجي صنعه شكله. قال لي المويه على 5. ايش على 5؟ قال على 500. 500 ابشر من عيوني امسك واعطيه 500 ريال يمني، اعطيه 1000 ريال. قلت له جيب لي حبتين، شليت حبتين ورحت البيت اشرب لي مويه واجلس. بعدين قلت خليني اخرج الحاره اتمشى اشوف كذا ولا كذا. والله يا شباب مواليد السعوديه لما ينزل اليمن يضيع، لازم يكون معاه احد. هذا بس استقبلني وداني الفندق وقال لي لا تخرج من الفندق، لا تخرج من الفندق، لما اجيك الظهر بتفاهم، لانه هو متزوج وكذا، وقال انا بروح مع اهلي وعيالي وكذا، ولما ارجع بنفل الامه انا وياك. المهم يا شباب وجابني وخرجت من الفندق، قلت بروح الحاره. اول ما خرجت الحاره لفيت اليمين، في ونيت وفوقه ناس ارحل ارحل يا عفاش، ارحل ارحل يا عفاش. اتفرج ايش ارحل ارحل يا عفاش، ايش في؟ طلعت في مظاهرات في اليمن وانا ماني داري ايش الهرجه. يا جميل حبيبي انت عندك شو اسمه، عندك اشراف انت وعزوز، عندك اشراف ووطن بديل عندكم مشرفين. نزلت يا شباب والله العظيم واقسم بالله ما اكذب عليكم في كلمه، لان الموضوع هذا انه صار معايا. انا كنت ان البلد هذه قلت هذه هي الوحيده اللي خلاص بلدي وبفل امه كل شيء في شو اسمه في اليمن، ما عاد ابغى ارجع ولا عاد ابغى اروح ولا. المهم الحاره الاولى يا شباب دخلت ارحل ارحل يا عفاش. استغربت قلت ايش في ارحل شكل في مظاهرات وانا ما ادري، خليني اهرب من لانه كان في ونيت يمشي وفوقه زي اللوحه وارحل ارحل. قلت خليني اهرب منهم واروح الحاره الثانيه، اروح اشوف استكشف ايش في ايش ما في. مع جديد اول مره في حياتي انزل صنعاء، مواليد السعوديه لي تقريبا 28 سنه ما نزلت اليمن ولا اعرفها ولا اي شيء. دخلت الحاره الثانيه شفت ارحل ارحل نفس الوضع، ونيت ثاني وفوقه مسجله ووراه ناس يمشوا ارحل ارحل يا عفاش ارحل ارحل يا عفاش. بعدين شفت الوضع كذا قلت اقول لك الشردة على الفندق. شردت على الفندق وجلست اتصلت على صاحب اخوي قلت له والله انا صحيت الصباح وشفت الوضع كذا. قال لي لا تخرج خليك في البيت انا بجيك الظهر. المهم جاني على الظهريه كذا وقلت له يا اخي ايش في؟ قال الدنيا مقلوبه في صنعاء والوضع مش تمام وانا بمشيك ايش تبغى؟ قلت له والله انا بس نبغى نتغدى ونعين من الله خير ونشوف ايش الوضع. المهم تغدينا، وداني محل فحسه وما فحسه ومحته وملسه صنعه ويدي واحد يا وليد عندك وينزل لك وشاي عدني والامور طيبه. لما يجيني هذا الشخص انا استمتع في اليمن، لما اكون لوحدي اضيع. تحس انهم زي يستلبطوا عليك، بالذات لما يشوفوك ما تعرف تتكلم يمني. انا والله يا شباب حقيقه في ناس كثيرين يقولوا لي ليش انت ما تتكلم يمني؟ انا ما اعرف اتكلم، انا مواليد السعوديه وعايش في السعوديه، وحتى جماعتي واقاربي ما اختلط فيهم، انا حياتي غير في السعوديه. المهم تغدينا، بعدين قال لي بروح اجيب لك واحده في السليم وبنروح الفندق ونتكي ونطقطق. قلت له لا امورك في السليم تعال. بعدين قال لي بروح اجيب لك واحده مسامير، يسموها مسامير زي المسامير كذا. قلت له مسامير مشينا. المهم اعطيناها واحده مسامير. بعدين قال لي بعدين الرجال هذا الدكتور بدا يسالني يقول لي يا اخي انت ايش اهدافك ذا الحين في اليمن؟ انت جيت من السعوديه مرحل، ايش عندك في اليمن؟ ايش تبغى تسوي؟ ايش ما تبغى تسوي؟ قلت له والله انا ضايع وما ادري ايش اسوي.
بجلس في اليمن، إن زانتني زالتني، ما زالت لي برجع السعودية. قال كيف بترجع السعودية مجهول وبتعيش حياة الخوف وبتخاف، بيقعدوا يمسكوك وبيرجعوك وحياتك بتقعد تمشي وتتبهدل وانت رايح، ماسكينك في السعودية مرجعينك وبترجع تخش ورايح وجاي. المهم مع هذه مع ذا قلت له خلاص. قال انا شوف انا كنت زيك وخرجت خروج نهائي من السعودية، والحاليا انا دحين كملت دراسة وما شاء الله دحين انا دكتور في الجامعة. تخيل انه يدرس الطلاب في الجامعة. قلت له معقولة كذا؟ قال والله العظيم انا كنت زيك كذا، دخلت اليمن وكملت دراسة وكذا والحمد لله حاليا انا دكتور. ودكتور معقولة ما شاء الله يعني اللي استقبلني دكتور. قلت اقول لك مع هذه مسكت معايا. قلت لهم انا خلاص. هو قاعد يقنعني ايش تبغى تسوي في اليمن؟ تبغى ترجع؟ اذا رجعت السعوديه بيرجعوا يرحلوك وترجع اليمن مجهول، بترجع السعوديه مجهول وبيقعدوا يمسكوك ويرجعوك وحياتك بتقعد تمشي ولا بتستفيد اي حاجه. بعدين قلت اقول لك اجل بكمل دراسه وبأطلب الله. يا عزوز يا حبيبي عزوز المنصوري، ترى معاك اشراف، اللي قاعد يتكلم كلام بذيء اعطيه اكتم. بعدين قلت بكمل دراسة. اتصلت على اهلي، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا سلطان؟ والله الحمد لله، انا الحمد لله في صنعاء وكذا. بعدين قلت قلت لاهلي، قلت لهم اسمعوا الكتب حقت مدرسة الثانوية ارسلوا لي اياها، انا خلاص بكمل دراسة في صنعاء وبكمل مستقبلي وبرجع اعيش حياتي. اهلي شكوا في الوضع، قالوا سلطان في السعودية لا كمل لا دراسة ولا هو حق دراسة وحق افلام ومشاكل، اكيد الرجال هذا في صنعاء مش مضبوط، خلونا نتصل على الرجال صاحبنا. حبيبي يا المشرف، والله معايا مشرف اقسم بالله ما بالله قوة نقع عروس. المهم يا شباب، اتصلت على اهلي قلت لهم انا ابغى اكمل دراسة. اهلي خافوا، قالوا كيف بتكمل دراسة؟ اتصلوا على صاحبي هذا صاحب اخوي اللي استقبلني، قالوا انت ايش اديت سلطان مش في عقله، سلطان قاعد يتكلم يقول بيكمل دراسة وما دراسة وما ادري ايش. وفي اللحظة هذيك انا كنت وماسكه معايا علم، قلت والله العظيم لا ادرس دراسة واخلص الماجستير. طبعا هذيك كانت ماسكه زي اللوز، قلت بس دحين بعطيها دراسة الين اخلص ابو الشريط كامل. اهلي خافوا، قالوا اتصلوا على الرجال، صاحب الرجال هذا ايش اعطاه؟ شكل اعطاه حاجة مش كويسة، انتبهوا. بعدين صاحبنا اخوي اتصل على الرجال قال له انت شديت سلطان؟ قال والله اخوك سلطان اموره في السليم في الفندق، الرجال ماسكه معاه ويبغى يكمل علم، ايش رايك؟ ايش نسوي فيه؟ قال اي اقول لك لا عاد تجيب له ولا عاد تعطيه ولا اي حاجه، قول له الدنيا نشفان في صنعاء. المهم ذاك الليله شكوا اهلي، قالوا انت شكلك مش تمام، قاعد معطيها وتبغى تكمل لي دراسه في يوم وليله، والكلام هذا ما ينفع. بعدين الرجال قال والله انا استقبلت اخوكم 3 ايام 4 ايام، ايش تبغوني اسوي فيه؟ تبغوني ارجع لكم اياه على القريه حقته ولا ايش الوضع؟ قال اقول لك نحن ما عندنا لا بيت في اليمن ولا عندنا قرايبنا يعني يدوب حقين قرى وكذا، مش في حمل اني انا اجي اسكن عندهم كذا، ما عندنا بيت ولا شيء، جالس زي المجنون والله يا شباب، اقسم بالله اني جالس زي المجنون في صنعاء. بعدين قال خلاص انا برسل لك اياه على عدن عند قرايبكم وخلاص. حبيبي اكشن. المهم حجز لي باص وقال يلا على عدن، وفي ناس من جماعتك بيستقبلوك هنا. وسلمت على الدكتور هذا الله يسعده ويوفقه، هذا الوحيد اللي استقبلني وخرجني من المطار وخرجني من الأمن المركزي، مع أن الأمن المركزي ما يبغوا مني شيء، لكن خرجني منهم وداني على وين؟ على الباصات، وقال اشحنوا على عدن. ونزلت عدن في البريقة صلاح الدين والمناطق هذه. أول ما نزلت استقبلني ولد خالي، كيف حالك؟ الحمد لله تمام.
طبعا اول ما نزلت انا عدن قاعد اقول لهم ما عندنا بيت، نحن قاعد اتصل على اهلي ابويا والوالده وكذا. يا ابو لاح ترى عندك اشراف يا حبيبي. قاعد اتصل على اهلي قلت لهم يا ابويا امي ما عندنا بيت نحن في اليمن، ليش انتم جالسين في السعوديه حياتكم كلها في السعوديه؟ نحن ما معانا لا بيت في صنعاء ولا في عدن ولا معانا بيوت ولا معانا شيء. ايش كنتوا تسووا؟ قالوا نحن عايشين بس في السعوديه وكذا، السعوديه بلد خير، ونحن نحب ان يعني ما نبغاكم ترجعوا للبهذله هذيك اللي في اليمن وكذا. المهم قالوا الوالد والوالده واخواني اتفقوا انهم يبنوا بيت معانا ارضيه قديمه كذا في منطقه قرويه في عدن. بعدين قالوا خلاص انت روح اشرف عليها. لما جيت اشرف عليها انا قلت بس ابغى اسكن فيها عشان جماعتي وقرايبي لا يتضايقوا مني، انا انسان كبير واعزب وجالس عند بيت عوائل، مع انهم عيال خالتي بس اعزب وكذا، صعب انك تجلس في البيت عندهم. المهم دخلت عندهم جلست يوم يومين، قالوا خلاص تعال بنروح نوريك البيت حقكم اللي اهلك بيحولوا فلوس عشان يبنوه. رحت اتفرج في عدن، ودوني للبيت. الارض قمحه، الارض صافيه، كل العماير اللي جنبها يعني قد بنوها، ما عاد في الا احنا ارضيتنا شويه كذا قاعدين يبنوا فيها. توهم يعني بيسووا الساس وبيسووا العمدان وما عمدان، يعني يبغالك اقل شيء 6 شهور 4 شهور 5 شهور لين يبنوا البيت عشان اقدر انا اسكن في البيت في غرفه اسويها عظم اقدر اسكن فيها. والله يا شباب منطقه من جد اسمها صلاح الدين في عدن. بعدين جلست عند ولد خالد وروني البيت. بعدين قلت لهم والله انا صراحه ما اقدر، انا بجلس عندكم. دقيت على اهلي قالوا لي والله شوف انت الوضع هذا خالك وهذا ولد خالك واجلس معاهم. انا جلست يوم يومين شفت الوضع انه صعب علي، لازم اهرب، ما ينفع اجلس عندهم، انا انسان اعزب مع ان البيت ما عندهم حريم وكذا. قلت خليني اهرب. بعدين الولد خالتي كان يقول لي اجلس ويجيب لي كل شيء، كان يوفر لي واجلس وانت ولد خالي انا عمري ما شفته كذا. كان ينزلني الحاره يسمون السعودي، يا سعودي ويلكم، وانا معطيهم واحده يا ابويا ايش تبغى يا ابويا. الليل مشينا جايهم من حاره من الكندره وهم كلامهم عدني اصلي، ما يعني صعب شويه انهم يفهموني وانا افهمهم. مليون تكبيس يا شباب، تكبيس تكفون، انا ابدا ذا اللحيه يكبسوا يا شباب. بعد ما نزلت المنطقة هذه اللي صلاح الدين وبعد ما وروني البيت شفت الوضع كذا انه مطول، يعني انا بقعد زي كذا والوضع ملخبط، كيف بروح؟ لازم ارجع السعودية. وتذكرت كلام الدكتور قال لو دخلت السعودية مجهول ومسكوك ورجعوك اليمن راح ترجع مرة ثانية وراح تمشي منك 1 و2 و3 سنين وانت رايح جاي ترحيل حبس مدري ايش. حبيبي يا عنبر تكبون يا شباب تكبيس. بعدين انا خفت صراحه، قلت ما ابغى اقعد اتبهذل وارجع، مع ان الحمد لله يعني اهلي كان معاهم بيت في السعوديه ايجار وكذا واقدر انام عندهم واسكن عندهم وامشي اموري. خلاص انا قلت بجلس في عند بيت خالي لين يبنوا البيت هذا وانا بجلس فيه. جلست فترتين بعدين قلت لولد خالي انا ابغى اكمل دراسه وابغاك تشوف لي جامعه كذا اسجل فيها، انا عندي شهاده ثانويه وكذا واموري طيبه. مع هذا قلت له بكمل دراسه. قال لي وين يا حبيبك ايش تبغى من شهاده ونحن نجيبها لك؟ قلت له والله انا بكمل دراسه عشان افهم وكذا واخلص تعليمي. قال لي لا تتعب نفسك يا سعودي يا ابن خالتي انت امورك سليم. قلت له كيف؟ قال حاسبنا 10,000 يمني وذي الحين بنطبع ويجيب لنا صورتين شخصية وبنطبع لك شهادة انك خريج جامعة وتقدير ممتاز وامورك سليم. قلت معقولة؟ اليمن فيها كذا تعطيهم 10,000 وصورتين شخصية ويسووا لك الشهادة الجامعية وانك مين؟ يا ابويا دقيقة، اقسم بالله والذي رفعها 7 يا ان الكلام هذا صار معايا. ونزلت وقلت لهم ابغى شهاده، قالوا صورتين شخصيه و10,000 يمني ونطلع لك شهاده. حلو، نطلع لك شهاده وتاخذ الجامعه وانت جالس مكانك. بعدين طلعت كذا قلت والله الوضع صراحه ما يسمح.
يا اخي دقيقة بعد ساعة تعال. يا اخي مشغول. دقيقة استنى طيب. معايا واحد اشغل جدي هنا. المهم يا شباب، نعم شهادة مضروبة من سوق الجمعة يسووا لك إياها. لا مش مضروبة والله العظيم، إنها من نفس وزارة التعليم. حقين وزارة التعليم كلهم يمشوا بالريال. ومع ولد خالي حافظ الكفت كله. وخلص الأمور وقالوا بنطلعك. بعدين شفت الوضع كذا قلت أقول لك والله أنا ما عاد أبغى أجلس في اليمن. ما عاد أبغى أجلس. أبوي يطلعوا لي شهادة ومخريج جامعة وراسي ما فيه أي علم. شلون؟ قالوا بس تمشي أمورك فيها. قالنا المهم أمورنا في السليم. المهم نمت يا شباب. على ذاك اليوم أعطيتها واحدة ملعون الجدف. حلو. ونمت. تو الكهرباء، كانت الكهرباء 3 ساعات، ساعتين تشتغل و4 ساعات طافي. يعني الكهرباء في عدن كانت 4 ساعات تقعد طافية ما تشوف شيء. لا مكيف شغال والدنيا حر زي جو جدة. الدنيا حر ما تشوف شيء. والنامس حقهم هناك زي الهليكوبتر، يجي يعطيك واحدة يصحيك من النوم هوا. اللي ما تابعني تابعني يا شباب. يا المشرفين تكبون تكبيز شيء شيروا أحيوا البث. المهم ذاك اليوم اشتغلت الكهرباء ورحت جري أنام. قلت بس بعطيها نومة الأرض. المهم الساعة 6 الصباح ايش قال؟ انا بكتب له. ايش قال؟ قال ما عندي اشراف. الا عندك اشراف يا ابو لاح. انا قبل ما اخش البث اعطيتك اشراف انت وعبد العزيز وجميل ووطن بديل وكذا. الجو كان حار في جد في عدن. بعدين قلت ذاك اليوم نمت وخلاص ما عاد ابغى اقوم. المهم في شيء غريب لاحظته. الساعة 6 الصباح على طلوع النور بعد صلاة الفجر اسمع الميكروفون حق كان في مسجد جنبنا، وكنت اسمع في الميكروفون يا شباب تكبيس تكفون. كنت اسمع في الميكروفون حق المسجد الله اكبر، هيا على الجهاد، هيا على الجهاد، الله اكبر. انا ما استوعبت الموضوع هذا. قلت شكله يمزح صاحب المسجد ولا انه اعطاها واحده وضيع الميكروفون ولا ايش الهرجه بالضبط. فتحت هذا واسمع الصوت واشوف سيارات صوالين محمله عفش، والسيارات قاعده تعدي من عند الطاقه. الجماعه اللي في الحاره حق صلاح الدين كانوا محملين عفوش ومعاهم عوائل وخارجين برا الحاره، يعني مروحين على مدينه ثانيه غير صلاح الدين، البريقه، الشيخ عثمان، الممداره، كذا كانوا رايحين على جماعتهم. وكنت اتفرج انا. بعدين كان خالي في البيت. قلت له يا خال تكفى ايش الوضع هذا؟ قال لي جماعة حرف الحاء داخلين عندنا والمعنويات عالية والامور طيبة، وانا ما بترك بيتي، انا بجلس في البيت هذا ان شاء الله يجي يطلعوني من البيت. قلت له يا خال انا مالي صلاح، شوف لي حل اهرب ولا. قال لي لا انت معانا. قلت كيف معاكم؟ قال تجلس معانا ولا روح لك شوف لك درب. شفت الوضع كذا. الحارة بدأت تخرج، الناس قاعدين يخرجوا من الحارة، صوالين خارجة ورايحة من القرية رايحين على مدينة ثانية. وحق المسجد الله أكبر الله أكبر هي على الجهاد. قلت إيش من جهاد؟ أنا عمري في حياتي ما قد مسكت أي حاجة. والله لزعوم. إيش فيه؟ افتح لي السعدي يا أخي. يا أخي إيش فيه؟ هدي خلينا نكمل السالفة. لا ابو يمن مرفسين حتى في هولندا هنا. قاعده والله اخرج. المهم يا شباب اللحظه هذيك شفت الصوالين محمله عفش وعوايل وخارجين من الحاره. بعدين كلمت خالي يا خالي تكفى انا بخرج من هنا انا ما اقدر. قال لي انت لازم تجلس معانا وانت معانا في الجك وامورك سليم. بعدين رحت عند ولد خالي الصغير هذا اللي كان معايا في الخط، هو اللي يجيب لي وهو التموين وهو كل شيء، هو اللي ماسك الخريطة حق الحارة، وانا كنت معاه. ولد خالك جاي من السعودية وارحب، كان يسموني ولد خالة السعودي، ولد خالة السعودي ارحب تعال، ويقلطوني ويعطوني ويزبطوني. المهم رحت عند ولد خالي شغال في شو اسمه هذيك الآلي.
معاه اوالي يبيع ويترزق الله وكذا، يعني شغال سلبطه تكبيس يا شباب، تخلونا نوصل مليون. المهم شفت الوضع الرجال شغال مو فاضي لي، قلت له يا اخي كيف؟ قال اقول لك معانا على الجبهه. ايش من جبهه؟ انا عمري في حياتي ما قد سويت جبهه ولا افهم، انا برجع السعوديه. قالوا له كيف بترجع وانت ما عندك لا اقامه ولا شيء؟ قلت له والله لا ارجع لا اغزيهم غزي، لا اخش ناويه بخش. المهم بعدين في كانت طياره، كانت حبيبي احمد بن سعد الله